صباح الخير يا حبايب قلبي. النهاردة بقى كده رسمي دخلنا في روايح الشتاء، والشتاء هل علينا، فقلت لازم اعمل معاكم فيديو لتنظيفات الشتاء. زي ما انتوا شايفين كده الشقة عندي تضرب تقلب، فان شاء الله بإذن الله هنعمل مع بعض فيديو جامد جدا جدا جدا. وشكرا لاخواتي وحبايبي سألوا عليا على الخاص وسألوا عليا في التعليقات، شكرا لكم جدا. انا بعمل ايه النهاردة؟ انا بدأت خلاص تنظيفات الشتاء وهعملها معاكم خطوة بخطوة. انا الفترة اللي فاتت ما كنتش بنزل معاكم فيديوهات لاني كانت النفسية عندي تحت من الصفر. بس قبل بقى ما نبتدي الفيديو ونشوف احنا هنعمل ايه النهاردة والفيديو بتاعنا ماشي ازاي، يا ريت كده تصلوا على الحبيب محمد. وتعالوا بقى كده نبتدي الفيديو ونقول بسم الله توكلنا على الله. وزي ما انتم شايفين كده بقى اول حاجه هبتديها معاكم اوضه الخزين، اوضه الكركبه زي ما انتوا ايه بتقولوا. الأوضة دي حاطة فيها البطاطين وحاطة فيها الحفا وحاطة فيها الخزين وحاطة فيها الألواح والطبالي، حاطة فيها كل حاجة، كل خزيني وكل حاجتي وسجادي ودنيتي حطها في كده. تعالوا بقى كده نسمي ونصلي على الرسول ونبتدي الفيديو. انا من الناس اللي لازم تعمل تنظيفات الشتاء وتنظيفات الصيف وتنظيفات العيد. زي ما انتم شايفين كده طلعت كل حاجة كل حاجة في قلب الأوضة، من جوه. زي ما انتم شايفين كده سجاد وهدوم ومفارش قطيفة وبطاطين والحفة. طلعت للحفة والبطاطين اغسلهم ماشي عشان ابو محمد يشيل ويحط معايا، يعني عشان ما اشيلهمش لوحدي عشان ظهري. وزي ما انتوا شايفين كده محمد ابني اما بيجي من بره، بصوا الواد اتعقد يا جماعه. محمد ابني لما بيجي من بره ويلاقيني بكركب الدنيا كده واقول له ماما احنا مش هننقل في حته، اقول له لا احنا مش هننقل في حته، احنا هنعمل تنظيفات. فهو لما جه من المعهد المره دي يقول لي ماما خير انت مطلعه الحاجه دي ليه، احنا رايحين في حته؟ قلت له لا احنا مش رايحين في حته. فكان الاوضه دي بقى ما تروقتش، يعني كنت بروقها عادي وبمسحها عادي وبنفضها كل مثلا ما اجي اروق الشقه او اجي اكنس البلكونه، بس ما تروقتش وما تنفضتش من اخر مره كنت عامله فيها الروتين معاكم. لما جينا هنا الشقه قلت بقى لازم انكتها نكته محترمه واهب الجدران بتاعتها واظبطها. هي الاوضه هنا انا مش محتاجاها، بس بقول لابو محمد ان شاء الله باذن الله لو فضلنا قاعدين في الشقه هنا في اوضه اللي انا كمان مقفوله دي، يعني احاول كده على قد ما اقدر اعين فيها بردك شويه حاجات، واعمل هنا اجيب دهان جردل دهان عشان هتشوفوا في اخر الفيديو هقول لكم اجيب جردل دهان ليه. واعمل هنا اوضه بدلاب لمحمد، يعني اعمل له سرير بدلاب بتاعه. لو فضلنا قاعدين في الشقه هنا، يعني لو فضلنا قاعدين في الشقه هنا لغايه ما ربنا يكرمنا ويرضينا ويكبر بخاطرنا ويبقى لنا بيت او يبقى لنا شقه او وقت ما ربنا يأذن بقى، ادعوا لي بس كده دعواتكم وشدوا حيلكم معايا كده شويه. وبالله عليكم بالله عليكم حبايب قلبي ما تنسوش تدعوا لامي ان ربنا يشفيها ويعافيها ويبعد عنها كل حاجه وحشه. اللهم امين يا رب العالمين ويكبر بخاطرنا فيها يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. بالله عليكم كل اللي اتفرج عليا يدعوا لها دعوه حلوه، انا مش طالبه منكم حاجه ولا طالبه منكم دعاء ليا غير انكم انتوا تدعوا لامي في الفيديو دي ان ربنا يبعد عنها كل حاجه وحشه. بالله عليكم فانا امنتكم امانه وهتسألوا عنها يوم القيامه، ان اي حد يشوف الفيديو ده يدعي لها ان يبعد عنها اي حاجه وحشه. بالله عليكم بالله عليكم محتاجه الدعاء بتاعكم. المهم بقى بمسح الجنب اللي انا مطلعه منه كل حاجه وبنشفها كويس كده بردك بالفوطه عشان ايه ما تتزحلقش. الخشب دون بقى ايه، خشب المطبخ المتكسر المتدمر، فدي الحليه اللي بتحط فوق المطبخ بحطها بقى كده على الارض عشان بردك وانا بمسح ولا حاجه لو جه ميه. ده كرسي بردك بتاع السفره المتكسر المتدمر، انا نص عزالي اتكسر واتدمر الحمد لله ولله الحمد. فبحطه بقى كده على الارض عشان خاطر احط عليه اللي هي البطاطين والحاجات دي. بصوا يا جماعه ناس كتير كتبت لي في الكومنتات يا دعاء
دعاء، انتي دلوقتي ما بتنزلناش فيديوهات جديدة، قاعدة تنزلنا من الفيديوهات القديمة ليه؟ اولا سببين اتنين بالظبط هما، يعني اكتر سبب اللي انا نفسيتي اليومين دول تعبانة جدا وبعدي بظروف صعبة قوي قوي قوي. ادعولي ربنا يفك الكرب والهم اللي انا فيه. عشان كده ماليش نفسي اقسم بالله ان انا اصور. انا الشقة حرفيا عندي زي ما انتوا بتشوفوا الفيديو ده كده، الشقة عندي كلها تضرب تقلب، ما عملتش فيها اي حاجة. نفسيتي تعبانة، مش قادرة، ظهري ورقبتي بيوجعوني، فمش عاوزة احمل. وكنت كمان بغسل البطاطين، غسلت 5 بطاطين، فما كنتش حمل ان انا اعمل اي حاجة تاني. ماشي. السبب التاني، ناس بتقولي يا دعاء بدل ما انت قاعدة تعملي في روتينات عادية ملهاش اي حاجة وما بتجيبلكيش مشاهدات، جددي في الشقة. انا ناوية ان شاء الله باذن الله. انا كنت قلت لكم من قيمة 4 فيديوهات كده يا جماعة، انا عاوزة ادهن الاوض بتاعتي، اوضة النوم، اوضة الاولاد، واظبط المطبخ، واظبط الحيطة اللي هي بايظة دي بره بحاجات بسيطة كده. يعني مثلا اجيب ورق حائط، اجيب جردل بوهية مثلا ب 300 400 جنيه. وانتوا بردك في اخوات كتبولي في الكومنتات يدعوا وفروا فلوسك ما تعمليش حاجة، الشقة بالايجار. فبصوا انا مش عاوزة اجدد ولا عاوزة اعمل اي حاجة، انا عاوزة اعمل حاجات بسيطة. والناس اللي بتقول لي ضيري الاوض وحط الاوضة دي هنا ودي هنا واعملي كذا واعملي كذا، اقسم بالله يا جماعة، اقسم بالله انا عفشي باظ. انا عفشي باظ من كتر الشيل والحط فيه. انا لو الحاجة مش معمولة عمولة، يعني اوض النوم عندي، اوض النوم لو مش معمولة عمولة كانت اتدمرت، كانت اتكسرت، كانت باظت. الحاجات دي. انا عفش اتقشر، انا عفش اتجرح. اكتر حاجة باظت عندي في العفش المطبخ. المطبخ حرفيا بحاجته كلها بقى، بحاجة النيش اتكسرت واتدمرت. فانا مش عاوزة اشيل من اوضه العيال واضير دي هنا واضير دي هنا، ولا ادور في اوضتي واعمل دي كده. لا، انا هسيب الحاجه زي ما هي. هننضف تنظيفات مع بعض، كل ست بيت اليومين دول بتنضف تنظيفات الشتاء. والستات البيوت اللي لسه ما نضفتش يعني تنظيفات الشتاء، انا بقى بشجعك وجايالك بقولك يلا تعالي نبدأ مع بعض تنظيفات الشتاء. كفايه اللي انت تغسلي السجاد وتغسلي الستاير وتغسلي جدران بيتك وتغسلي جدران شقتك، هتحسسي نفسك اقسم بالله اللي انت شقة عروسة، ونرجعها شقة عروسة من اول وجديد. بصوا يا اخواتي، دي كده الهدوم الصيفي اللي في الشنط دي، الهدوم الصيفي والبطانية والحاف مركونين متعانين. ماشي. وبطاطين الاطفال. ودي السجاد بقى اللي انا مش هعوزه، السجاد اللي انا هركنه، السجاد اللي انا هركنه وهحط بردك عليه السجاد اللي انا هفرشه، وفي سجاد تاني منشور. فانا هغطي بقى الحاجات دي كلها، اما الشكاير، الشنط اللي بره دي كلها، الهدوم الشتوي. لسه بقى هننقض الهدوم الشتوي، الصغير على البنات، اللي صغير على تلا هديه الايمان، والصغير على ايمان هديه لبنت خالتها، و والصغير على محمد كده. وهم بردك نفس الحكايه، اللي الصغير عليهم هم بدهن. فهي بقى هي ماشيه كده. المهم كده خلصت. هنفض بقى الشباك ونفض باب البلكونه و... واسيبها كده. بصوا يا جماعه، انا دايما بسيب باب البلكونه هنا مفتوح شويه، عشان خاطر انا حاطه فيه رز، وعشان خاطر انا حاطه فيه دقيق. فعشان لو قفلت باب البلكونه وقفلت باب الاوضه، الرز والدقيق هيسوس مهما كان. الدنيا كانت بتبقى حر، الشمس هنا كانت بتبقى ضاربه في الشقه ال24 ساعه. طبعا دلوقتي الدنيا عادت لطيفه، والجو عاد لطيف. فضلا منكم ليس امرا مني، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، واعملوا كلمه الكل عشان كل ما ننزل فيديو يوصل لكم. مش عارف ايه، بحبكم في الله، اقسم بالله بحبكم في الله جامد. فانا بجد بقيت مبسوطه في الفيديوهات اللي فاتت، اللي انتوا بتسالوا عليا وبتطمنوا عليا، واخواتي وحبايبي اللي بيكتبوا لي ويقولوا لي يا دعاء انت بتتاخري علينا ليه، نزلي فيديوهات جديده. واقسم بالله بيبقى غصب عني، يا بيبقى زي ما انا قلت لكم نفسيتي تعبانه وماليش نفس اصور. واقسم بالله انا معايا فيديوهات، بس ماليش نفس حتى ان انا اسجل. محبطه، عندي اكتئاب، حزينه، زعلانه، وانا مش عايزه اديكوا والله طاقه سلبيه.
انا عاوزه كل ما يعني اديكوا طاقه ايجابيه، مش عاوزه اديكوا طاقه سلبيه. ما بحبش انا اطلع اعمل فيديو ويكون فيه طاقه سلبيه، غير لما اكون بقى يعني جبت اخري جامد، يعني انتوا فاهمين ان انا يعني خلاص ما عدتش قادره بقى جامد بقى قوي. ده بيبقى كده بقى إيه يعني جبت اخري. ما انا قلت لكم ربنا بس يعدي المحنه دي على خير، ويشيل الهم والغم عن قلوبنا، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين، اللهم امين. ويبعد عننا شر كل حاجه وحشه، ويكفيني ويكفيكوا شر فواجع الاقدار و... والحمد لله على كل حال. ربنا بيقول فإن شكرتم فأزيدنكم، واحنا بنحمد ربنا على السراء والضراء، يعني بنحمد ربنا على الضراء قبل السراء كمان. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني في حاجات كده إن شاء الله بإذن الله نتكلم مع بعض فيها في الفيديوهات الجاية، محنة وتعدي إن شاء الله بكل الأحوال، يعني إن شاء الله بإذن الله. إيه كنت أقول لكم إيه؟ والله ما أنا قادرة، والله ما أنا قادرة. بس قلت انزل لكم فيديو جديد عشان انتوا زهقتوا من الفيديوهات القديمه، وانا عارف و... وعشان اخواتي وحبايبي اللي قالوا لي يا دعاء نزل لنا فيديوهات جديده. والله 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 حتى ابو محمد بيقول لي انا ما كنتش بشوفك بتصوري ولا كنت بشوفك بتنزلي، انت معلقه اليومين دول على الفيديوهات القديمه بتاع القناه. النفسيه تعبانه، نفسيه صفر. المهم كده خلصت وظبطت الدنيا، همسح بقى زي ما انتم شايفين الاوضه كلها واظبطها ونشوفها مع بعض. ده بقى كده منظر الاوضه بعد ما خلصت وخلصت. ادعولي بقى كده يا بنات ان ربنا يكرمني واعمل فيها سرير لمحمد ابني. حطيت فيها بقى خزيني، حطيت فيها الرز، حطيت فيها الغله، حطيت فيها خل الزيتون، كل حاجه انا عاملاها حطها فيها. وكده تكون الشقة خلصت ولسه بره زي ما هي، ما فيهاش، ما عملتش فيها اي حاجة. الحمد لله على كل حال. ربنا بقى يعيننا ويقوينا لما نخلص كده بره. ودي كده يعني زي ما انتم شايفين، دي كده انا غطيتهم، خدت الملاية اللي انا كنت بعمل بها وغسلتها وغطيتهم بالبطانية دي، انا كنت شطفاها. وقلت بقى اغطي الايه السجاد والحاجات دي عشان برضك ما تتطربش وكده. اتمنى ان يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم ونال رضاكم، اتمنى ان انتم ما تكونش زهقتوا مني. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس واعملوا كلمه الكل عشان كل ما ننزل فيديو يوصلكوا اشعار بيه.